في 4 يونيو سنة 1996 أوروبا أطلقت أول نسخة من الصاروخ العملاق إريان 5، وبعد 37 ثانية بس من الإقلاع الصاروخ انفجر. خسارة قيمتها حوالي 7 مليار دولار، وكان شايل أقمار صناعية ثمنها حوالي 370 مليون دولار. والسبب ما كانش عطل ميكانيكي ولا مشكلة في الوقود، السبب كان مجرد ثغرة واحدة هاكر ممكن يكتشفها يدمر بيها صاروخ فضائي أو يدمر بيها مفاعل نووي زي ما حصل في إيران. فالهاكر مش واحد بيخترق مواقع، الهاكر واحد فاهم النظام اكتر من اللي بناه. والسؤال مش هل في ثغرة، السؤال هل انت تقدر تلاقيها؟ والنهارده انا جاي اصورك الفيديو ده عشان يكون دليلك في مجال الاختراق والامن السيبراني، واقول لك الخطوات والطريق اللي تمشي عليه لحد ما تلاقي الثغرات دي بنفسك. وبلاش نطول اكتر من كده ويلا بينا. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان سعيد عليكم ويعود علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء ويجعله شهر خير وبركه علينا اجمعين ان شاء الله. طيب قبل ما نتكلم في اي حاجه حابب اعرفك بس ان الفيديو ده مش غرضه اثاره جدل، وهو فيديو تعليمي بحت، وانا ما كنتش ناوي اعمل الفيديو ده عشان ده مش تخصصي، لكنه اتطلب مني كتير جدا جدا جدا، وحرفيا كلكم اجمعتوا ان انتوا عايزين نعمل فيديو عن الموضوع ده. فقررت ان اجمع لكم المعلومات اللي اقدر عليها من كذا مصدر والخصهم واقدمها لك بطريقه مبسطه عشان الكل يفهم. وكل المعلومات اللي في الفيديو ده انا جايبها من البحث والتدوير في كذا مصدر ومن ناس متخصصين في المجال، وانا ببرأ ذمتي قدام ربنا من اي حد هيستخدم الفيديو ده في انه يتعلم حاجه يأذي بيها غيره. وهدف الفيديو ده ما هو اللي هيكون دليل ليك عشان تعرف تبتدي تتعلم وتطور من نفسك وتشتغل كسكيورتي انجينير، مش انك تأذي الناس او تأذي حد معين. اللهم بلغ اللهم فشل. طيب خلينا ناخد الموضوع من اول ونفهم اصلا يعني ايه كلمه هاكر وجت منين. غالبا انت اول ما بتسمع كلمه هاكر بيجي في دماغك الهود الاسود والاوضه الضلمه، بس المفاجاه بقى ان كلمه هاكر مش معناها اصلا مجرم. واول مره ذكر فيها كلمه هاكر كان في معهد MIT في الخمسينات، وكانت بتطلق على الشخص اللي يقدر يفك النظام ويطوره ويعدل عليه بطريقه ذكيه ومبتكره. فالهاكر هو الشخص اللي بيحب يعرف السيستم ده شغال ازاي وهل ينفع يعدله في نقط ضعفه. في 3 انواع من الهاكرز اللي ماشيين قانوني، ودول اللي بنسميهم الوايت هات هاكرز. وده الشخص او الاشخاص اللي الشركات بتدفع لهم فلوس عشان يلاقوا الثغرات قبل المجرمين يلاقوها. وده بينقلنا للنوع الثاني الا وهما البلاك هات هاكرز، ودول الاشخاص اللي الوايت هاكرز اصلا شغالين عشان يمنعوهم. ده الشخص اللي بيخترق ويسرق، وده اكيد شيء غير قانوني ومحرم. والنوع الثالث وهو اللي بينهم الا وهم الجراي هات هاكرز، وده ملوش مبدأ ثابت، احيانا يساعد احيانا يسرق، هو مزاجه بقى. طيب انت حمستني قوي، انا خلاص نويت ان انا اخش اتعلم المجال ده، وانا هنا سبب ان اخليك تبتدي تتعلم ان شاء الله. خلينا نقسمها على مرحلتين ونبدا بالمرحله الاولى الا وهي الاساسيات. وما تقلقش انا هنا اقول لك هتتعلم ايه والمصادر بتاعتهم كمان، فمش هتوه. وخلينا نبدا بتعلم اساسيات الهاردوير، وهنا انا ما لقيتش احسن من شهاده A+ اللي بتقدمها شركه كومتيا، وانا الصراحه اظلمها لو قلت لك ان هي بتديك هاردوير بس، هي كمان فيها اساسيات الانظمه والشبكات، لكن اكتر حاجه مركزه عليها هي الهاردوير. وانا ما لقيتش احسن من باشمهندس سامح رمضان مقدم لك الكورس بالكامل وبشكل مجاني، وهم حوالي 58 فيديو، فارشح لك وبشده انك تاخد الكورس ده معاه. وكمان ممكن تخش تمتحن وتاخد الشهاده اللي شركه كومتيا حطاها، بس ده طبعا مش مجاني، واكيد برضو مش ضروري انك تمتحن الامتحان ده عشان تشتغل. طيب خلينا ننتقل بقى على المرحله اللي بعد كده وهي انظمه التشغيل. لازم عشان تدخل المجال ده تكون فاهم النظام اللي انت بتتعامل معاه ده شغال ازاي. وكورس A+ زي ما ذكرت لكم من شويه ان هو يغطي لك اساسيات الويندوز ولينكس، بس انت محتاج تتعمق في لينكس اكتر عشان ده يكون ايدك ورجلك في المجال ده. وارشح لك كورس لينكس بلس من نفس الشركه اللي عملت كورس A+، وموجود عندك برضه باشمهندس ياسر رمزي مقدم الكورس ده بشكل مجاني على اليوتيوب. واذا كنت حابب تتعمق شويه ممكن تاخد كورس MCSA اللي عاملاه شركه مايكروسوفت، وده كورس هيغطي لك كل حاجه متعلقه بالويندوز سيرفر، لكنه طبعا مش اساسي في البدايه لانه ادفانسد شويه. اتمنى انك تكون بتكتب ورايا لان لسه اللي جاي تقيل. طيب ندخل على اهم حاجه هتعدي عليها في المجال ده الا وهي الشبكات. وهنا انت قدام خيارين، يا اما النتورك بلس يا اما CCNA، وده عليه خلاف كبير قوي بانك تبدا باني واحد فيهم، لكن مش غرضنا في الفيديو ده انك نقارن بينهم. انا هقول لك نبذه عن كل واحد فيهم وانت حر تختار. النتورك بلس ممتاز وبيديك اساسيات محترمه، لكن العمل فيه قليل شويه وهيخرجك شخص مبتدئ لمتوسط، بينما CCNA بيركز على الجانب العملي اكتر وبيتعمق اكتر بكتير في عالم الشبكات. وانا ارشح لك انك لو عندك الامكانيه والوقت انك تاخد كورس CCNA. وعندك باشمهندس احمد حنفي مقدمه على اليوتيوب بشكل مجاني. وندخل بقى على المرحله اللي ناس كتير جدا بيعملوا لها سكيب الا وهي البرمجه، وهي ضروريه جدا لو انت عايز تميز في المجال ده وتعمل ادواتك بنفسك. وارشح لك وبشده انك تبتدي بلغه بايثون تحديدا في التراك ده،
لان اغلب الادوات مبنيه عليها اصلا وسهله في البدايه كمان. مفيش مصدر الصراحه احسن من الزيرو تقدر تتعلم منه حرفيا. هو لك بايثون في شويه. والخطوه اللي بعد كده الا وهي السايبر سيكيورتي فاندمنتالز، وهي ببساطه انك تعرف انواع الهجمات وانواع المالويرز وانواع الفيروسات والخ. وهنا كورس السكيورتي بلس عبقري جدا في الحته دي. لازم 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 لو تدخل التراك ده فكورس السكيورتي بلس اساسي ولا غنى عنه، وحرفيا هينقل مستواك في حته ثانيه، فلازم تعدي عليه. وعندك باشمهندس حسن صالح ما شاء الله عامل حوالي 155 فيديو ومغطي لك الكورس ده بشكل كامل. المرحله اللي بعد كده بقى وهي الامتع، وهي انك تتعلم ازاي تتعامل مع اشهر الادوات الموجوده. وهنا بقى انت هتطبق كل اللي انت اتعلمته في انك تعمل اختبارات اختراق بايديك، بس في الاطار المسموح ليك بيه طبعا. واياك تسكيب كل اللي انا قلت لك عليه ده وتخش على الخطوه دي على طول، لان هاكر الفيس وهاكر الانستا دايما بيعمل الحركه دي، فبلاش تكون منهم. لان صدقني لو عايز تتعلم صح فدي عمرها ما كانت الطريقه. وهنا بقى يا صديقي احب اهنيك، انت دلوقتي معاك كل الاساسيات وجاهز ان انت تتخصص في المجال ده. ايه ده، هو المجال ده فيه تخصصات كمان؟ ايوه طبعا، المجال واسع جدا ومليان تخصصات زيه زي اي تراك تاني، واللي قدامك دي اشهر التخصصات الموجوده في التراك ده. واذا حابب تتعمق اكتر في موضوع التخصصات ده ممكن تدخل على موقع تلاقي هاك مي وتشوف كل التخصصات الموجوده وايهم الانسب ليك. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف. طيب مختصر كل الكلام ده هما مرحلتين: الاساسيات وهي انك تتعلم فيها اساسيات الهاردوير، ثم انظمه التشغيل، ثم الشبكات، ثم السايبر سيكيورتي فاندمنتالز، ويكون معاك لغه برمجه وتعلم ازاي تستخدم الادوات دي، وبعد كده تختار التخصص بتاعك. ولو عايز بقى نصيحة مني فخليك عارف ان المجال ده مش سهل اطلاقا ومحتاج صبر وعزيمة. ولو انت شخص بتزهق بسرعة فبلاش تخش المجال ده صدقني. وانت اكيد خدت بالك من الكورسات وكمية المعلومات اللي انا اديتها لك في الفيديو ده، والفيديو ده خد مني تحضير بس تجمع معلومات وكتابة سكريبت حوالي 4 ايام. فالمجال مش سهل صدقني، بس كل حاجة سهلة ان شاء الله مع الاستمرارية والصبر. فتوكل على الله، ما تنساش تدعيلي لو استفدت ان شاء الله. ولو انت لسه جديد في المجال البرمجة وعايز تبدأ فارشح لك وبشدة انك تشوف الفيديو ده، لاني هكون مرشد ليك ان شاء الله وهقول لك تبتدي ازاي ومنين. وبس يا معلم، كالعاده لو حسيت انك استفدت ما تنساش تشترك، تعمل لايك وتسيب كومنت تحت كنوع من دعم المحتوى. وبس، سلام.